اخواتي وحبايبي السعوديين، مبدئيا واجب عليا لازم اقدم لكم رساله حب وتقدير واحترام بسبب كميه الحب اللي شفت منكم وكميه الكومنتات اللي كانت مليانه حب وتقدير واحترام اللي شفتها في الفيديو اللي كنت عامله من فتره، اللي كنت بتكلم فيه على مقارنه الاعلام الرياضي المصري مع الاعلام الرياضي السعودي والكره المصريه بصفه عامه مع الكره السعوديه حاليا. وشفت منكم كميه حب واحترام والله ما كنت اتخيلها وكتيره جدا عليا كميه الحب اللي شفتها دي منكم، فانا بشكركم والله بشكركم من كل قلبي. وندخل في الموضوع على طول. عايز اتكلم النهارده عن نقطتين مهمين جدا بسبب انتقال محمد صلاح او حقيقه انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جده السعودي. ونقطة رقم 2، هل فعلا الافضل لمحمد صلاح يختار ويروح اتحاد جدة السعودي ولا يستمر في الدوري الانجليزي مع نادي ليفربول الانجليزي؟ النهارده يا جماعه نزل خبر على صحيفه لاجزيتا ديلو سبورت الايطاليه بتتكلم ان في عرض قوي جدا جدا، وان اقرب ما يكون محمد صلاح لاتحاد جده النهارده من اي يوم فات، وان المفاوضات خلاص شبه قربت تكون منتهيه بسبب العرض القوي والعرض المغري اللي تقدم بيه نادي اتحاد جده لفريق ليفربول الانجليزي. وكان محتوى العرض ده او فحوى العرض ده وتفاصيله ان ليفربول هيحصل على 109 مليون دولار ومحمد صلاح هيحصل على 216 مليون دولار على 3 مواسم. العرض قوي جدا، والمشكله في العرض او المغري في العرض لمحمد صلاح ان محمد صلاح هيكون صاحب اعلى راتب في تاريخ الدوري السعودي على الاطلاق، متفوق على كريستيانو رونالدو مع النصر، متفوق على كريم بنزيما مع اتحاد جده نفسه، ومتفوق على نيمار مع الهلال السعودي. فالعرض مغري جدا جدا لنادي ليفربول ومغري جدا لمحمد صلاح. بس المشكله في الموضوع او اللي اكتشفناه في الموضوع ان في اخبار قويه بتقول ان محمد صلاح مبدئيا هو نفسه مرحب بالموضوع جدا، رغم ان في ناس كتير كانت متوقعه ان محمد صلاح حابب انه يكمل في الدوري الانجليزي ويكمل في الكره الاوروبيه، ولكن الاكيد ان محمد صلاح موافق ومرحب بالعرض بصفه كبيره جدا. وقالوا لسبب ان هو شايف ان في استثمار قوي في الرياضه السعوديه بجانب معتقداته الدينيه، ان دي دوله مسلمه ودي دوله فيها الحرمين، ودي بصراحه حاجه مميزه جدا لاي مسلم واي حد مسلم يتمنى ان هو يعيش في المملكه ويقضي حياته في المملكه ويدفن ويموت في المملكه. فدي حاجه كانت مغريه جدا لمحمد صلاح بجانب العرض المادي اللي لا يمكن رفضه. ولكن بيقولوا برضو ان نادي ليفربول الانجليزي هو نفسه اللي رافض الموضوع بشده، وشايف ان محمد صلاح غير مطروح تماما للبيع، لانه يعتبر ده نجمه الاوحد ونجم الفريق الاوحد، والنجم يعتبر اللي كل اللعيبه بتدور حواليه وكل الفرقه بتدور حواليه. فان محمد صلاح لو مشي الفرقه شبه فعلا هتقع، وده طبعا بتاكيد وكل ثقه من يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، هو اللي مبلغ الاداره باصراره الرهيب والقوي على عدم رحيل محمد صلاح. نيجي لنقطه، هل فعلا محمد صلاح الافضل ليه ان هو يروح الدوري السعودي ولا يستمر في الدوري الانجليزي؟ انا وجهه نظري بصراحه الافضل لمحمد صلاح بنسبه 100% بل مليون في المية ان هو يروح الدوري السعودي. طب ليه؟ الكره السعوديه، انا وجهه نظري ان الكره السعوديه هي المستقبل دلوقتي مقارنه يعني بكميه المشاكل اللي موجوده في الكره الاسبانيه. الكره الاسبانيه دلوقتي مش هي المغريه قوي، الكرة الإيطالية ولا هي المغرية خالص دلوقتي، ملهاش أي وجود، والكرة الفرنسية كلنا عارفينها برضو كذلك، يعني مش اللي هي. هو الدوري فعلا الوحيد دلوقتي الدوري الإنجليزي، بس محمد صلاح خد الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ومحمد صلاح خد دوري ابطال اوروبا مع ليفربول، وصعب ان محمد صلاح يحقق الانجاز ده تاني. دي وجهه نظري، ان محمد صلاح ياخد دوري ابطال اوروبا تاني مع ليفربول دي شبه مستحيله، لان النادي مش بيصرف، النادي مش بيجيب لعيبه، النادي مش بيدعم على المستوى المطلوب، وعندك حيتان زي مانشستر سيتي عمره ما هيقدر ينافسهم، وريال مدريد ومش عارف ايه، صعب ان هو يدخل في منافسه معاهم. كذلك نادي محمد صلاح بالنسبه له ان هو يحقق الدوري الانجليزي في وجود مانشستر سيتي، اعتقد الامر شبه مستحيل، لان برضو زي ما قلت لك في النقطه الاولى ان محمد صلاح الفرقه بتاعته ليفربول مش مدعمه الفريق بلاعيبه تستحق ان هي تنافس فرقه زي مثلا مانشستر سيتي. فضلا عن ان محمد صلاح لو عايز يستمر في ليفربول او في الكره الاوروبيه علشان يحقق الكره الذهبيه، فانا بقول لك ان الموضوع ده شبه مستحيل. الموسم اللي عمله محمد صلاح اللي قبل اللي فات التاريخي والعالمي، ومع ذلك ما خدش الكره الذهبيه. فانا عايز اقول لك ان الموضوع هم شبه مستقصدين، ومحمد صلاح عمره ما هياخد الكره الذهبيه مع ليفربول ومع اي فرقه
موجوده في دوري ابطال اوروبا، الا لو لعب مثلا لريال مدريد وخد دوري ابطال اوروبا وخد الدوري الاسباني ومش عارف وخد كاس العالم للانديه. وده شيء برضه مش عايز اقول لك بعيد جدا ان محمد صلاح هو يروح ريال مدريد، ريال مدريد عايز مبابي، فبالتالي محمد صلاح كون ان هو يستمر في الدوري الانجليزي مش هيعمل افضل من اللي عمله، موضوعه خلاص. فبالتالي محمد صلاح السعوديه فيها دلوقتي دوري تنافسي انا شايفه كبير جدا، مستوى اللاعبين اللي بيروحوا دلوقتي مستوى عالي جدا، ما كناش نتخيل ولا نحلم ان الدوري السعودي يوصل للمستوى ده، فضلا عن ان المستقبل السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها هتيجي لاعبين من مستوى فعلا اقل في السن واصغر من اللي قبلهم. وبالتالي الدوري السعودي مستقبله انا شايفه مضمون، شبه مضمون، ومستقبله مميز جدا، والدوري السعودي قوي جدا وفيه تنافسيه عاليه جدا، فهيكون مناسب جدا لصلاح بجانب العرض المادي المغري اللي عمره ما هيلاقيه في اي فرقه تانية، سواء في ليفربول او اي فرقه اوروبيه تانية يقدر ان هو ينتقل ليها. وفي النهايه برضو احب اقدم الشكر لاخواتي السعوديين، والله اللي ادوني كميه حب انا بصراحه تفاجات بيها وما كنتش متخيل انها الاقيها او انها موجوده. فبصراحه يعني بشكركم من كل قلبي، بشكركم من كل قلبي، وشكرا ليكم وشكرا على ذوقكم، وكلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا وطن واحد وبلد واحده. واتمنى في يوم من الايام ان انا اجي وسط السعوديه وازور السعوديه، لان ما سبقش ليا زيارتها قبل كده، وربنا يرزقنا يا رب عمره وحج على بلاد الحرمين يا رب، اللهم امين.